السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم حبايب قلبي في قناتي قناة مطبخ أسرى وصفة مع زينب. عملنا مع بعض وصفات حلوة أوي في القناة، حلوة وحياتي. أتمنى إن انتوا تشوفوها وتجربوها وإن شاء الله تعجبكم. النهاردة نعمل الكيكة الإسفنجية التحفة القمر دي بارتفاعها العالي بطريقة سهلة ومقادير بسيطة جدا جدا. عايزة أقول لكم مش مستخدمين محسن جل ولا سبونج جاهز. في ناس كتيرة قوي بتقول مش عندها محسن جل او ما بيحبوش يستخدموه، بيخافوا منه. فالطريقه دي ناجحه معاكي مليون في المية وبتطلع هشه. واللهم بارك، شايفين ارتفاعها قد ايه روعه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم وهتنجح معاكم. اول حاجه هنحضر مع بعض الصينيه دي، صينيه مقاس 20. ومش لازم ابدا حله التورته، بس لو صينيه عاديه غلفيها بورق زبده او ورق حواوشي وعلي الجوانب عشان الكيك لما يجي يرتفع. جبت ورق حواوشي، بصراحة أوفر كتير من ورق الزبدة. أنا بجيب ربع كيلو وبيقعد معايا وقت يعني كتير. جبت ورقة كده وقصيتها مربع وتنيتها بقى زي ما احنا شايفين كده في الفيديو اللي هو الفيديو شارح نفسه، وابتديت ان انا اخد مقاسها واحطها في الصينية. بدهن الصينية كلها بالزيت وابتدي ان انا اثبت عليها ورق الزبدة. وفي الجوانب الافضل انت تستخدمي ورق زبدة او ورق حواوشي علشان الكيكة ما شاء الله هشة جدا عشان متلزقش معاكي. لو ما عندكيش ورق زبدة ولا ورق حواوشي، كراسة الرسم بتاعت الولاد اللي بتكون سادة وابتدي ان انت تحطيها. والمقدار اللي هقول لكم عليه ينفع في صينية 20 أو 22 أو 24. كل ما بتعلي مقاس الصينية كل ما الكيك ارتفاعه بيقل، كل ما بتصغري الصينية كل ما ارتفاعه بيكون أعلى. أنا عاملاها في صينية مقاس 20. بالنسبة للمقادير، المقادير كلها لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. وما ينفعش البيض أبدا يكون ساقع، الكيك مش هينجح معاكي. وأنا مستخدمة الكوباية المعيارية 250 مللي، والكوباية الإزاز دي نفس الكوباية المعيارية. وهقول لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام، وهسيبها لكم في صندوق الوصف. اللي ما يعرفش صندوق الوصف، سهم صغير جنب العنوان اضغطي عليها دخلك على صندوق الوصف. اول حاجه انا هنا معايا 6 بيضات حجم كبير يعني 380 جرام. ربع كوبايه زيت يعني 50 مللي. معايا فانيليا بودره خام او معلقه صغيره من الفانيليا السايله. معلقه كبيره من البيكنج باودر، انا هنا مستخدمه كيك شيف يعني 10 جرام. كوبايه ونص من الدقيق يعني 190 جرام، اي نوع دقيق جميع الاغراض. ربع كوباية من النشا، ده نشا الذرة، حلو جدا بيدي هشاشة وطروة حلو قوي للكيك. كوباية من السكر، سكر حبيبات يعني 200 جرام. أول حاجة هنحضرها، هنجيب طبقين أو 2 بولة. والطبق اللي هنحط فيه البياض لازم يكون ناشف جدا مفيهوش نقطة مية، وما ينفعش أبدا تنزل نقطة صفار على البياض. والمضرب اللي هنشتغل بيه برضو لازم يكون ناشف جدا مفيهوش نقطة مية. ليه؟ علشان لما نيجي نضرب البياض يعمل معانا فوق. طريقة فصل البيض عن الصفار سهلة جدا زي ما احنا مش شايفين كده، وهوريكم دلوقتي برضو طريقة تانية برضو سهلة. بكسر البيضة بحطها كده في ايديا، بيبتدي ينزل البيض على طول. ناس كتير قوي بتستصعب فصل الصفار عن البيض. عايزه اقول لكم دي من احلى واسهل الكيكات، بتطلع هشه جدا وكمان ما بتاخدش وقت في الضرب زي ما بنحط البيض كله على بعضه. حطيت بقى على البياض رشة ملح ورشة فانيليا أو ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. وابتدي ان انا اضرب اول حاجة على السرعة الاولى. اول ما يعمل معايا فوم كده زي ما احنا مش شايفين، هبتدي ان انا انزل بنص كوباية سكر، بس بنزل بيها على دفعات. انا قلت لكم هي كوباية، احط نص كوباية مع البياض ونص كوباية مع الصفار، ونص الكوباية اللي انزلها على البياض بنزلها على 3 مرات. وابتدي كده ان انا اضرب لحد ما السكر يدوب والبياض كده يتقل معانا ويبقى عامل زي المنقار كده، هو جاهز معايا. هبتدي ان انا اضرب بقى الصفار مع الفانيليا، وهنزل بنص كوبايه السكر التانية. هضرب لحد ما السكر يدوب والاقي القوام معايا زاد ولونه فتح ودخله هوا زي ما احنا مش شايفين كده. طبعا انا ضربت البياض بعد كده نزلت على الصفار بنفس المضرب عادي، لكن ما ينفعش اضرب الصفار بعد كده اروح اضرب البياض. علشان كده انا ضربت الاول البياض. بعد كده هبتدي ان انا احط معلقه كبيره من الخل، وهبتدي ان انا اضرب يعني لمده ثواني ان الخل يختلط معايا. الخل بيدي هشاشه وطراوه حلوه قوي للكيك. شايفين الخليط عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ده خله هوا جميل جدا. هنزل بقى بربع كوبايه الزيت، بس يعني ما نضربش كتير، مجرد ان الزيت يختلط مع الصفار والسكر والفانيليا هوقف تقليب. ممكن تضربيها كمان بالمضرب اليدوي كده. خلاص انا مش هحتاج المضرب الكهربائي. وعايزه اقولك ان انت كمان ممكن تعمليها في العجان لو عندك عجان. نزلت بكل كمية الصفار على البياض، وهنا هندخل مكونات الجاف اللي هي الدقيق والنشا والبيكنج باودر. طبعا كان الافضل ان انا اعملها من الاول، بس بصراحة انا نسيت. بقلبهم بقى كويس، وكل ما بتدخلي الدقيق مرة واتنين وتلاتة كل ما الكيك معاكي يطلع هش واحلى. نزلت بنص كمية الدقيق على الصفار والبيض، وهبتدي ان انا اقلب بالراحة جدا جدا من تحت لفوق.
عايزه اقول لكم ان انا مسرعه الفيديو عشان بس ما اطولش عليكم، لكن انا بقلب بالراحه جدا. لقيت ان المضرب اليدوي احسن بكتير من المعلقه الاسباتر عشان ما اقلبش كتير واخرج الهواء. بعد ما خلاص اتاكدت اول مرحله من الدقيق اختفى، نزلت بباقي كميه الدقيق تاني، يعني نزلت بالدقيق على مرتين. اهم حاجه باخد الجوانب عشان اتاكد ان الدقيق اختلط معايا كويس جدا، وزي ما باكد عليكم انا بقلب بالراحه من تحت لفوق. في الوقت اللي انا ابتديت ان انا احط فيه الدقيق والصفار واقلب مع البياض، شغلت الفرن على درجه حراره 180. مش بشغله قبلها بربع ساعه ولا نص ساعه ولا اي حاجه، والكيك بيطلع زي الفل زي ما شفناه مع بعض في اول الفيديو. بدخله على الشبكه اللي في النص على درجه حراره 180. بيقعد من 40 ل 45 دقيقه. اول ما بلاقي في النص كده بالخل الخشب اختبرها، لقيتها طلعت نضيفه وهي استوت فيها عجين، اسيبها تاني شويه. ما بشغلش الشوايه. عندك مروحه في الفرن شغليها. اول ما يستوي الكيك اوعي تطلعيه، سيبيه في الفرن لمده، يعني خلاص الكيكه خلاص اتاكدت ان هي استوت، اطفي الفرن وسيبيه في الفرن مطفي لمده 5 دقايق. بعد كده افتحي باب الفرن واربيه شويه وسيبيه 5 دقايق تاني. بعد كده طلعيه وسيبها لحد ما تبرد خالص، وابتدي ان انتي طلعيها من الصينيه زي ما انا بطلعها كده معاكم. بسم الله ما شاء الله، شايفين ارتفاعها بقى فين؟ ملأ الحله كلها. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي تقريبا ارتفاعها 10 سنتي او 9 سنتي، مش متاكده، بس هي ارتفاعها بصراحه عالي جدا. بصوا الكيكه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. والورق كده بيخليها ان هي تطلع معايا بكل سهوله من الصينيه. حلوه جدا جدا، جربوها والله من احلى وانجح الكيكات اللي ممكن تجربوها، واستحاله تفشل معاكم. شايفين ارتفاعها قد ايه؟ هشه وريحتها جميله. عايزه اقول لكم ما فيهاش ابدا ابدا ريحه زفاره، يعني كميه البيض اللي احنا شايفينها دي والله ولا فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه. لونها فتح من جوه وبجد روعه. جربوها بنفس الطريقه والمقادير وامشوا على نفس الخطوات، هي سهله جدا ما فيش اي حاجه. وقطعتها 5 طبقات ما شاء الله، وكل طبقه اللهم بارك تخين، يعني كمان مش برفيع، ممكن تقطعيها كمان 6 طبقات وتعملي منها تورتتين. انا مش هقطعها معاكم عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو، لان قطعت معاكم كتير في الكيكات والتورت فسبتها. يعني قطعتها مع نفسي هشه جدا. وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي انا عملته فيه بالمحسن الجل وبالسبونش الجاز، والطريقه اللي انتوا حابينها اشتغلوا بيها. اللهم بارك. شايفين 5 طبقات، اللون فاتح، هشه جميله جدا جدا. دي الطريقه اللي بجد اللي ممكن تعمليها من غير محسن واستحاله تهبط منك. الناس اللي بتشكي بتقول ان الكيكه بتهبط معاها، جربيها وان شاء الله تعجبكم. ويا ريت يا حبايب قلبي لو بتشوفوني لاول مره تشتركوا في قناتي مطبخ اسهل وصفه مع زينب، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني اشعار بكل فيديو انا بنزله. اي حد عايز اي حاجه قولوا لي وانا ان شاء الله هعملها لكم. وما تنسوش بالله عليكم تعملوا لايك للفيديو عشان ده اللي بيرفع الفيديو، وشيروا لي بقى الفيديو كتير كتير علشان حبايبنا يستفادوا والفيديو ما يقعش. واستنوني فيديوهات جايه جديده ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم.